بصوا يا جماعة، في ناس كتير مش مقتنعة بموضوع مسامية الشعر ده. تمام، بس مش معنى ان انتوا مش مقتنعين بيها ان هي مش موجودة. هل في حاجة اسمها مسامية شعر؟ في، بس الفكرة ان الشعر الواحد ما فيهوش نوع مسامية واحدة. زي شعري كده مثلا، انا شعري الجزء اللي ظاهر من بره ده كله مسامية منخفضة، الجزء اللي من جوه ومش باين خالص ده مسامية متوسطة مايل للعالي، مختلفين تماما. الفكرة ان مش المسامية هي اللي بتحدد نوع البرودكتس اللي احنا بنستخدمها، لا، شعرنا هو اللي بيحدد الكلام ده. التجربة هي اللي بتحدد، لازم نفضل نجرب في حاجات علشان نعرف شعرنا هيرتاح مع ايه المكونات اللي هيحبها اكتر عن مكونات تانية. انما المسامية بتخلينا نحدد طرق العناية المناسبة للشعر. يعني مثلا الناس اللي شعرها مساميته عالية، الكيوتيكلز بتاعتها بتبقى مفتوحة طول الوقت، يعني اللي داخل خارج، فما ينفعش مثلا تحطي الهير ماسك على شعرك وتروحي لابسه الهيت كاب ومدخله لها حراره، انت كده بتدمريها. فهي المساميه هي اللي بتحدد طرق تتعاملي ازاي مع شعرك، انما مش هي اللي بتحدد ايه هي البرودكتس المناسبه لشعرك. في حاجه اسمها مساميه، في حاجه اسمها مساميه.